ايه رايكم لو قلت لكم ان 90% من الطلاب بيذاكروا غلط؟ ان الطرق المتعارف عليها اللي الناس كلها بتستخدمها تقريبا زي التظليل او ان الواحد يقرا المنهج كذا مره، الطرق دي مثبته علميا انها مش فعاله. انا اكتشفت الموضوع ده بنفسي عن طريق التجربه بالطريقه الصعبه، ولكن وانا بجهز الفيديو دوت حبيت ان انا اقرا شويه ابحاث عشان يبقى عندي معلومات اكتر، ولقيت فعلا ان الابحاث بتاكد الكلام اللي انا مريت بيه خلال تجربتي. بس قبل ما ادخل في التفاصيل حابب الاول اعرف عن نفسي للناس اللي لسه اول مره يجوا القناه. انا عبد الله رشدي، طالب متخرج من كليه هندسه قسم ميكاترونكس. الحمد لله اتخرجت كالاول على الكليه، وبعدين اخدت منحه ان انا اكمل ماجستير منحه 100%، وحاليا بشتغل وبعمل دكتوراه في المانيا. وان شاء الله خلال الكام دقيقه جايين هشارك معاكم ازاي ان الواحد يقدر يذاكر بالطريقه الفعاله اللي ساعدتني ان انا اطور ادائي الاكاديمي، واللي ساعدتني ان انا انجح في 3 انظمه تعليم مختلف. انا درست في مصر وفي تركيا وبعدين المانيا. هنتكلم ان شاء الله عن ليه الطرق المشهوره ما بتنفعش، وبعدين هنتكلم عن الطرق اللي بتنفع بناء على تجربتي وعن الدراسات اللي موجوده. فيلا بينا نبدا. الاول حابب اتكلم عن تجربتي وعن ازاي الموضوع اتطور معايا. وزي ما اتكلمت في الفيديو اللي فات، فالموضوع بدا معايا اصلا من فتره الابتدائيه. كنت شايف ان ليه ما كنتش من الطلبه المجتهدين والشاطرين في الفصل. بس طبعا اول حاجه جربتها ان الواحد يبدا مذاكره. يعني ايه؟ يعني كنت برجع من المدرسه بعد اذاكر المواد اللي انا درستها النهارده، اذاكر احل الواجبات وخلص على كده. ولكن برضه ما كنتش بعرف اجيب نتيجه كويسه. كنت ممكن اجيب نتيجه كويسه في مادتين 3 من مثلا 10 مواد. فطبعا الكلام ده ما ينفعش بالنسبه لواحد عايز يكون من الاوائل اللي موجودين في الفصل. طبعا وقتها ما كانش فيه فيديوهات يوتيوب ان الواحد يدخل ويدور عن ان ازاي الواحد يذاكر، وده اللي خلاني اقعد اجرب كذا طريقه واشوف ايه الطريقه اللي تنفع وايه الطريقه اللي ما تنفعش. فقلت بما ان المذاكره وحل الواجب لوحدي مش كفايه، فيها ايه لما اقعد اذاكر الماده كذا مره، وخصوصا فتره الامتحانات، ان الواحد يقرا الماده او الدروس اللي عليه كذا مره لحد ما تثبت في دماغه وبعدين يروح يمتحن. طبعا الموضوع ده كان بياخد مني فتره دراسه طويله، ولكن للاسف برضه النتيجه ما كانتش تستاهل المجهود اللي كان بيبذل. فاخدت قرار وقتها ان ابدا اعمل ملخصات. طبعا وقتها اشتريت كراسات والوان كتير، وبدات اعمل الملخصات الجميله ديت اللي هي مليانه الوان وفيها رسومات، والواحد لما كان بيبص لها كان بيفتح نفس الواحد على المذاكره. لكن وقتها بدات في شويه مواد، مش في كل المواد، لان موضوع الملخصات كان بياخد وقت برضه كبير. وطبعا لان الملخصات كانت بتاخد وقت فما كنتش بعمل لكل المواد، كنت بعمل ملخصات للمواد المهمه بس. وهنا بدات ان انا اجيب درجات اعلى. ومش بس كده، ولكن برضو المدرسين لما كانوا بيشوفوا الملخصات بتاعتي شكلها حلو، في مدرس حتى طلب مني انه ياخد مني المذكرات بتاعتي علشان يعمل منها الامتحان. فهنا كنت اقتنعت خلاص ان انا وصلت لاحسن طريقه للمذاكره، واستمريت على الموضوع دوت لحد فتره الثانويه. وقتها فعلا برضو كنت بدات ارتب على الفصل. في المدرسه عمري ما كنت طلعت الاول، ولكن كنت بطلع يا الثاني يا الثالث يا الرابع. اوقف كلام هنا شويه عن نفسي وابدا اتكلم شويه عن الدراسات. زي ما قلت لكم الدراسات دي عرفتها بس لما بدات احضر للفيديو ده. الابحاث اتعملت من بروفيسور اسمه جون دانلوسكي هو وفريقه، حللوا مئات الدراسات من مئات الطلبه على فتره طويله، والابحاث اثبتت ان الواحد يظلل او ان الواحد يسطر مثلا على الكلام المهم ديت فايدتها قليله جدا، وان الواحد يرجع يعيد او يذاكر الماده كذا مره برضه دي فايدتها قليله جدا. والاغرب كمان في الدراسه ان حتى قالوا ان الواحد ياخد نوتس، ان الواحد يعمل مذكرات، برضه فايدتها مش قد كده. والصراحه ده عكس ما انا كنت متوقع. والجميل هنا انهم سالوا الطلبه اللي عملوا معاهم الابحاث قبل ما يعملوا معاهم الابحاث عن ايه الطريقه الاكثر فعاليه، اخذوا رايهم. والطلبه رتبوا الطرق اللي هي غير فعاله اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، كتبوها كاكثر الطرق فعاليه للدراسه. يعني حرفيا بنعمل عكس اللي بيشتغل. بس دلوقتي هرجع تاني للتجربه بتاعتي. وصلنا دلوقتي لمرحله الثانويه، وانا الثانويه هنا كنت عامل الثانويه البريطانيه اللي هي الاي جي. وفكره ان انا اعمل ملخصات في الثانويه زي ما كنت بعمل في المدرسه، الموضوع كان مستحيل. احنا بنتكلم عن مواد اصعب، مواد كمان فيها كميه معلومات اكتر من اللي الواحد كان بيدرسها في المدرسه. ولكن ولحد النهارده فهي طريقه الملخصات هي الطريقه اللي انا لسه بذاكر بيها. ولكن الاسلوب اللي بعمل بيه الملخص اختلف كتير من فتره المدرسه لحد فتره ما انا بعمل دكتوراه دلوقتي. في فتره المدرسه كنت بعمل ملخص لمثلا درس 5 صفحات كنت بلخصه في 4 صفحات. فاللي كان بيحصل هنا ان انا كنت باخد الجمل الطويله كنت بلخصها في جمل اقصر. دي كانت فكره الملخصات اللي بعملها وقت المدرسه. ولما بدات فتره الثانويه بقيت اعمل ملخصات بطريقه اذكى. مش كل حاجه مهمه طبعا، فممكن لما يكون في درس او مثلا محاضره فيها 5 صفحات فكنت بلخصها لصفحتين مثلا. بكتب طبعا الجمل المهمه بس، وهنا مش بكتب الجمله كلها ولكن بكتب النقط المهمه اللي موجوده في الجمله. والجميل هنا ان الملخصات ديت وصلت لمرحله ان انا خلاص الملخصات دي هي اللي هذاكر منها الامتحان. يعني هي اول مره بس بعمل ملخص بذاكر من المحاضره او من الفيديو اللي هذاكره، بتكون هي اطول مره بذاكر فيها. ومجرد ما عملت الملخص فخلاص الدرس ده بركنه على جنب، بذاكره بس من الملخص لحد فتره الامتحان. فطبعا تقدروا تتخيلوا هنا ان الواحد بدل ما كان هيذاكر 500 صفحه وقت الامتحان، الموضوع نزل مثلا ل 100 صفحه، وال 100 صفحه دول فعليا فيهم كل المعلومات المهمه اللي الواحد محتاجها عشان افهم الماده واقدر اجيب درجه كويسه في الامتحان. ففكره الملخصات هي الحاجه اللي فعليا ساعدتني ان انا اجيب درجات كويسه في المدرسه،
وكمان ان انا اكمل واجيب درجات كويسه علشان ادخل كليه هندسه. وبعدين الحمد لله الواحد دخل كليه هندسه، ولكن فتره الكليه برضو الواحد كان لازم يطور طريقه الدراسه. في فتره الثانويه وتركيز الواحد انه بس على الدراسه وانه يجيب مجموع عالي علشان يعرف يدخل الكليه اللي هو عايزها كان تمام، ولكن فكره ان انا اكمل بنفس الطريقه في الكليه كمان كان الموضوع ده بالنسبه لي مستحيل. بدات برضو فتره الكليه ان انا بعمل ملخصات لمعظم المواد، ومع الوقت بدات احدد ان في مواد مش مهمه وفي مواد اصلا انا مش مهتم ان انا اذاكرها ولا اتعلمها. معظمها كانت المواد النظري، فهنا بقيت اركز جامد جدا على المواد اللي انا حابب اتعلمها وحابب فعلا اتخصص فيها بعدين. والمواد اللي مش مهمه كنت بحاول اشوف طريقه ان ازاي الواحد يجيب مجموع فيها من غير ما ابذل اي مجهود في الماده، وده فعلا اللي وصلت له. المواد المهمه كنت بعمل لها ملخصات وبذاكرها وبفهمها جامد جدا، والمواد اللي مش مهمه كنت باجي قبل فتره الامتحان وكنت بلخص المواد اللي هي مش مهمه في صيغه سؤال واجابه. المادة فيهم مثلا بيكون ليها كتاب صغير كده من 60 صفحة، كنت بلخص 60 صفحة دول في مثلا 3-4 صفحات في صيغة سؤال وإجابة وبس. دي كانت أفضل طريقة شايفها إن الواحد يعرف يجيب بيها مجموع عالي في المواد اللي هو مش مهتم بيها. لغاية كده واتكلمت عن تجربتي، نرجع دلوقتي تاني للدراسات ونشوف إيه الطرق المميزة اللي الدراسات بتنصح بيها. الدراسات بتقول إن أفضل طريقة فعالة للمذاكرة اسمها الاستدعاء الفعال، والمبدأ ده بسيط جدا. بيقول ببساطة كده إن إحنا بنتعلم لما بنحاول نسترجع المعلومات من دماغنا، مش لما بنحط المعلومة في دماغنا. في دراسة للبروفيسور اللي اتكلمت عليه في أول الفيديو اتعملت مع 4 مجموعات. الأربع مجموعات كان المفروض يذاكروا نفس النص ولكن بطرق مختلفة. أول مجموعة تقرأ النص مرة واحدة، تاني مجموعة قرأت النص 4 مرات، تالت مجموعة قرأت النص وبعدين حاولت تعمل خريطة ذهنية للحاجة اللي ذاكروها، ورابع مجموعة قرأوا النص وبعدين حاولوا يكتبوا كل المعلومات اللي هم لسه فاكرينها من الحاجة اللي قرأوها. وفي الدراسة ديت رابع مجموعة اللي هي حاولت تسترجع كل حاجة هم قرأوها هي المجموعة اللي فازوا حتى على المجموعة اللي قرأت النص 4 مرات. طبعا رابع مجموعة دي هي المجموعة اللي طبقت طريقة الاستدعاء الفعال. والجيران هنا انهم سالوا الطلبه قبل ما الدراسه تتعمل عن انهم يخمنوا انهي طريقه تنجح. الطلبه رتبوا الاستدعاء الفعال كاخر طريقه ممكن تنجح، ومعظمهم اختار فكره القراءه المتكرره كانسب طريقه او اكتر طريقه فعاله، يعني طبعا عكس التوقعات. فهي دي اول طريقه ان الواحد يقدر يذاكر بيها كويس، الاستدعاء الفعال. تاني طريقه وهي اللي انا جربتها بنفسي برضو، وهي ان الواحد يعمل ملخصات، ولكن زي ما قلت مش زي ما كنت باخد ملخصات فتره الابتدائيه وان انا اكتب كل حاجه، ولكن لازم الموضوع يكون فيه ذكاء شويه. مبدئيا كده فكره ان احنا نقعد نلون ونخطط عشان يبقى شكل المذكره كويس دي حاجه حلوه، ولكن بتاخد وقت كتير. فلو واحد اصلا عنده مشكله في انه ينظم وقته، بلاش الواحد يضيع وقته في انه يقعد ينظم ويلون ويرسم في المذكرات بتاعته. والطريقه الثالثه اللي البحث ذكرها وهي اللي انا كنت بطبقها على المواد اللي انا شايفها مش مهمه، فكره ان انا احول المنهج لاسئله واجابات. وهنا حرفيا ان انا كنت بحاول اعمله ان انا بفكر زي الدكتور. عندي صفحه دلوقتي بقرا الصفحه ديت وبحاول من الصفحه دي اطلع سؤال او سؤالين هما اللي يجوا في الامتحان بس. ورغم ان انا كنت بطبق الطريقه ديت على المواد اللي انا مش مهتم بيها وعايز اجيب بس فيها مجموع عالي، ولكن عرفت ان الدراسه ديت برضو ان الطريقه دي ليها اسمها طريقه كورنيل. والدراسه هنا بتقول ان الطريقه دي هي فكره ان احنا بنعمل صفحه فيها اسئله وصفحه تانية فيها الاجابات، وبعدين نخبي الاجابات ونقرا الاسئله ونحاول نجاوب من دماغنا بس. وهما دول اهم 3 طرق الدراسه ذكرتهم، وهما تقريبا نفس الطرق اللي انا اتعلمتهم مع نفسي لما كنت بحاول اتعلم ازاي اذاكر. ولو حبينا نلخص كل النقط كده ونشوف انسب طريقه الواحد ممكن يذاكر بيها لو في ماده معقده او ماده صعبه وعايزين نتعلمها بشكل ممتاز، فالاول نفتح الماده او المحاضره ونذاكرها، وبعدين نقفل المحاضره او الكتاب ونحاول نكتب كل الحاجات اللي احنا فاكرينها من المحاضره اللي ذاكرناها. نرجع بعدين نفتح المحاضره او الكتاب ونكتب النقط اللي ناقصه من الملخصات اللي احنا عملناها، ونقدر بعدين نستخدم الملخص اللي احنا عملناه ونعمل شويه اسئله واجابات نقدر نستخدمهم بعدين علشان نراجع منها. الطرق دي فعلا يا جماعه مفيده جدا. ممكن الموضوع في الاول ياخد شويه وقت لحد ما تتعودوا عليه، ولكن فعليا الطرق دي هتوفر وقت كبير جدا، خصوصا كمان فتره امتحانات ان انتوا تذاكروا من الملخصات بدل ما ترجعوا تاني للمحاضرات. بس وكده نكون خلصنا النهارده كلامنا عن فيديو ازاي الواحد يذاكر الامتحان. اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو، ممكن يكلمنا على الانستجرام او على الديسكورد. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو برضه، واشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو تاني.